سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا أشتي قبل كل شيء أحيي أصحاب رداع. أصحاب رداع أقسم بجلالة الله وكتاب الله إن أنتم أرجل ناس في الكوكب الأرضي، في الكوكب الأرضي كله. أصحاب رداع بعدهم وغلق، خارجوا قضية صاحبهم في يومين. كلنا سمعنا على الولد الذي اغتصبوه في رداع في المركزي، وخرجت رداع من أكبرها لأصغرها مبندقين، وحكمت المحكمة بالإعدام على الذي اغتصب الولد في خلال يومين. اليوم الأول واليوم الثاني فصلوها إعدام. في تحياتي وأشواقي من وسط أنا من اليوم كروم الرداعي والله إننا رداع من أكبرها لأصغرها إنهم مشايخ وإنهم رجال وإنهم يوقفوا مع المسكين والمستضعف وضد الفساد وضد الاغتصابات وضد كل شيء. صلينا على رسول الله. قضية صاحب رداع اتصلت في يومين، ولا حد سمع بها ولا حد درى بها ولا تشوشروا ولا تسمعوا. خرجت رداع بالبنادق. يا أما تأخذوا بحقنا يا دولتنا، ولا كانت تدخل رداع دكتور الغريم الذي اغتصب الولد. قبل كل شيء تحياتي لأصحاب رداع، والله العلي العظيم وكتاب الله واليوم جمعة إن أنتم أرجل ناس. وليت والله وأنا من رداع. وقضية جنات، خلونا ندخل الآن في الموضوع. قضية جنات لنا 3 أشهر، قد لا دخلنا في 3 أشهر، والشعب اليمني كله بيصيح في السوشيال ميديا وفي الواقع وفي كل مكان، ولا خارجونا لا طريق. ليش؟ لأن هذاك مسكين هو نفس الخبر اغتصاب. اللهم انه هذاك ولد اغتصب ولد وحكمت عليه المحكمة في رداع، حتى القاضي في رداع حانة. اطلع حانة يا قاضي، اطلع حانة بحذيك بالصناطل. انتوا اصحاب رداع حانة. اقسم بالله ان انتم مشايخ وان انتم مع المسكين وضد الباطل. صلينا على رسول الله. هذا الاول. وعندنا جنات ولا خرجتوها لا طريق. ليش؟ انا اشتي اعرف ليش. الان البعض يقول ليش بتحرق قلبك وليش؟ يا اخي ليش؟ يا اخي هذا قضايا اغتصاب. اي قضية اغتصاب نفذ في حكم الله في اسرع وقت. ليش عادك بتماطل الناس مساكين؟ ابو جنات يرحم الله. يا اصحاب رداع علي الحرام مال القضية جنات اللي انتو. علي الحرام. البنت بنتكم، وجنات بنت اليمن كلها، بنت 50 مليون يمني. 50 مليون يمني، مش بنت السياغي بس. اصحاب الحيمة ساكتين. عليكم العار يا اصحاب الحيمة. انا من الحيمة من اليوم، والله اني ما عاد اتشرف اني اكون من الحيمة، قسما بجلالة الله. وليت والله وابي من رداع. اقسم بالله ليت والله وابي كان من رداع، ان كانوا حلالي اهنجم اخطا بين الناس وانا مهنجم. هذا من الحيمة، ولا حيمي يتحرك ولا حيمي، كأن البنت مش بنتهم، بالرغم انه هذا اغتصاب ولد وهذا اغتصاب بنت، والحكم يكون نفس الحكم ونفس كل شيء. شرع الله يرجون بحجار. فهذه الرسالة للقضاة الشرفاء، نفذوا حكم الله. ورسالة للشعب اليمني كامل، يا جماعة الخير حرام عليكم. تخيلوا والبنت جنات بنتكم، تخيلوا. لا هي بنتك ما تفعل، وأنت مسكين فقير ترحم الله ما تفعل. عليكم العار الذين انتم ساكتين. احنا قصدنا ان عندنا حكومة قوية ورادعة. يا عيباه راضين على الاغتصابات وراضين على هذا الحاجات. يا عيباه يا حمى على الدقون، حمى على دقونكم يا كم من فس. والذي هو البعض، شوفوا البعض ترفعوا عليا قضية، ترفعوا عليا مدري ايش، ترفعوا عليا مدري ايش. البعض الذي هو هين ومكسور ناموس يسكت على قضية جنات، مثل ما خارجتوا قضية صاحب رداع الذي اغتصبوه. والله ان انتم علي الحرام اني عاجز عن الوصف في اصحاب رداع. وشهادة لله ان انتم عسرين، وان رداع دولة لحالها. رداع دولة لحالها، وأتشرف إني أكون من رداع. عليكم العار يا كم من زنوة. عليكم العار يا الذي ساكتين على الذي اغتصب جنات، لأن مع فلوس، مع بزنس، دراهم يضخوا دراهم وما يعدموش، صح؟ عليكم لعنة الله. أنا في وجه أصحاب رداع. إذا حصل فيني حاجة أنا في وجه أصحاب رداع طبعا، تمام. إذا وقع فيني حاجة يا أصحاب رداع أنا في وجهكم، لأن أنتم عسرين. والله أن أنتم عسرين. واحد ينتذق في وجهكم وهو راكن. يا أصحاب رداع أنا في وجهكم إذا وقع فيني حاجة. وكلنا جنات السياغي نطالب يا جماعة، تعبنا إحنا، نطالب. خارجونا
خارجنا يا أخي، اعدماه اعدماه يا قاضي، احكم عليه إعدام، اعتبره هي بنتك. يا مشايخ أين تصحوا يا مشايخ، اصحوا. الله يجعل لبنته تغتصب الذي ما يقوم مع جنة السياغي، الله يجعل لبنته تغتصب. تحياتي لاصحاب ردع، وتحياتي لكل مواطن شريف، وتحياتي للدولة الشريفة العادلة، وتحياتي لكل إنسان بيقوم مع المستضعف. وهذا كلامي من داخل القلب، وأنا في وجه أصحاب ردع إذا حصل فيني حاجة. تحياتي.